اجى يوم من الايام انا اذكر صدام عليه لعائن الاولين والاخرين، عليه لعنة عاد وثمود، هذا الخبيث الكافر كان ياخذ زوار الحسين يقتلهم قتل مو سجن. اللي يروح لزيارة الحسين يقتل، الذي يطبخ للحسين كان ياخذ هاي الدست القدر الطنجرة شو تخلون اسمه هذا، كان يقلبون الشرطة يجون يقلبون على الارض، الطعام كله ينحرون، ياخذون الشباب يضربوهم. تصوروا بعد احد ما راح يزور الحسين الى درجة ان ضربوا قبة الحسين بالدبابات. هاي قضية عجيبة يا اخي. الان اذا رحتوا الى حرم الحسين عليه السلام حاطين بعض الاثار، شوفوا بالحيطان مكان الرصاص. يا آل بيت رسول الله اللي ذبحوهم. واحد من شباب كربلاء اللي يسولف من السادة المحترمين قال احنا كنا واقفين كلنا مسكينين شكل مقيدين مقابل الحسين دخلونا. يقول التفت حسين كامل، وين حسين كامل؟ الان راح النذر، راح الى جهنم وبئس المصير. يقول حسين كامل اجى سيارة الفريق الركن، عمره 25 سنة، الفريق الركن وين درس؟ يوم كلية عسكرية ما شاف. هاي الدول الاستبدادية هاي معناها شاب تشوف عمره 25 سنة الفريق اول، لكن منين هاي الرقم؟ منين هاي الدرجات؟ مسخرة. هاي بلادنا هالشكل. فاجى سيارة الرئيس الفريق الركن دخل بحدائه في حرم ابي عبد الله الحسين عليه السلام. ان الله يمهل ولا يهمل. التفت للشباب قال من منكم يحب الحسين؟ طلع واحد عراقي، هذول الشباب المؤمنين، قال انا. يقول احنا خايفين كلنا. قال تعال، جابه اخذ من شعر راسه طلع المسدس مقابل الحسين، خلى المسدس في مخه اخذ هالشكل. احنا خايفين، ارهاب. سارت الدماء على ارض حرب الحسين، جثة هامدة ترك. قال بعد من منكم يحب الحسين؟ قام واحد ثاني قال انا. قال تعال، اخذ من شعره انطاطلق الثالث، الطاطلق قتله. بعد منه؟ يقول احنا كلنا خير. هذا السيد المحترم يقول نفس الليلة انا رأيت في عالم الرؤيا هذول الشباب الاثنين مع الحسين عليه السلام في جنة ما إلها مثال وما إلها مثيل. يقول الحسين عليه السلام اعطى للشهيد الثاني درجة اعلى من الشهيد الاول. يقول انا اجيت في خدمة الامام قلت سيدي هذول الاثنين واستشهدوا امامك. قال نعم. الاول ما كان يدري شنو راح يصير، الثاني مع العلم بانه سوف يقتل انا